الاستراتيجيه الاولانيه وهي الاي كوميرس جيم او لعبه الاي كوميرس. موبايل ابلكيشن يكون عباره عن اي كوميرس برودكت، يعني ببساطه بتشتري منه حاجه او بتشتري منه منتج او سيرفيس. او برودكتيفيتي جيم، يعني انت بتستخدم الموبايل ابلكيشن علشان تحسن ادائك او تحسن من مستوى معيشتك في حاجه معينه، في شغلك، في مصاريفك، في وقتك، ان هو يوفر لك وقتك، اي حاجه تساعدك ان انت تعلي من البرودكتيفيتي او من ادائك في حياتك اليوميه. الجيم الثالثه وهي اكتر جيم شرسه واكتر جيم عليها منافسه من الشركات، وهي الاتنشن جيم. الاتنشن جيم مهمتها والمترك الاساسي بتاع الموبايل ابلكيشن ده انه يقعدك اطول فتره ممكنه على الابلكيشن، لان هو بيكسب منك بطرق مختلفه، ان كان ان انت هتشتري كوينز علشان تلعب ليفل اعلى في اللعبه، او ان كان انت هتدفع مقابل عدم ظهور الاعلانات لانها هي بقت بتضايقك، زي يوتيوب مثلا، يوتيوب بريميوم بتدفع اشتراك شهري عشان الاعلانات ما تطلعلكش، لان انت بتقدر تكونسيوم كونتنت بشكل افضل بدون الاعلانات، او ان هو يكون بيكسب من الاعلانات بس. فعندك تيك توك مثلا ما عندوش بريميوم سبسكريبشن، بس انت مضطر ان انت تقابل بعد كل 5-6 فيديوهات فيديو اعلاني علشان تفضل تقدر تستخدم الابلكيشن ده. فالاتنشن جيم من الاستراتيجيز اللي عليها منافسه شرسه جدا من الابلكيشنز، لان هو بيتنافس على وقتك. مفيش ريسورسز هتزوده، بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تزوده هو ادمانك لاستخدام الابلكيشن ده. فبيبقى كل الاستراتيجيز وكل التاكتكس مهمتها ان هي تعلي من استخدامك للابلكيشن علشان تفضل اطول فتره ممكنه موجود بتستخدم الابلكيشن ده، وهو يقدر يطلع من وجودك ده ارباح.